السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انت مغربي، انت مغربية، قربوا باش تسمعوا علاش عندنا السحر، علاش الجنون عندنا في المغرب بوحدو. واحد الشيخ ولا فقيه ولا ما عرفت شنو، ماشي مغربي، اظن انه خليجي، عطانا ودي التفسير وعطانا برهان. منين جاب هذا البرهان، منين جاب هذا التفسير، كيبقى عنده هو. قال لك اسيدي المغرب فيه السحر والمغرب فيه الجنون. علاش؟ لان قال لك اسيدي في عهد سيدنا سليمان فاش كان هو حاكم في حاكم الدنيا، قال لك اسيدي الجن اللي كيتعامل مع سيدنا سليمان اللي كيخالف الامر ديالو واللي اللي كيخرج الطريق كيبغي يعاقبوا الاخوان. فين كيعاقبوا؟ حط واحد السجن، واحد المكان، واحد السجن في منطقة المغرب اللي حنا فيها. حنا دابا هي كتعتبر سجن للشياطين والجن. منين جاب هذا العلم؟ منين جاب هذه الافكار؟ منين جاب هذه الفكره؟ اشنا هو التحليل العلمي ديالها وشنا هو التحليل الشرعي ديالها؟ الله اعلم. دونك هذه غير كتهضر، هما الناس كيهضروا باش غيشوهوا المجتمع المغربي ويشوهوا الاسر المغربيه، ولكن حنا ضروري خصنا نرجعوا ونردوا لهاد الناس هادو ونوضح لهم اشنا هو السحر الحقيقي اللي كيتميز به المغرب وكيتميز به المجتمع المغربي وكيتميز به الاسره المغربيه. الاخ الكريم، السحر اللي كيتميز به المغرب هو سحر الطبيعه اللي فيه، هو سحر اكرام الضيف اللي فيه، هو سحر اللقاء الدفء اللي فيه، وايضا سحر الجمال اللي فيه، والله يحب الجمال، وهذا هو السحر اللي كاين في المغرب. اما داكشي اللي في مخكم راه عباره عن شعوذه وعباره عن افكار متخلفه كيتروجوها، لان المغرب ماشي بحال الدول الاخرين. ديما اي حاجه كيشوفوا هاد الناس هادو متميزه عليهم وكيشوفوا النجاح اللي في هاد الدوله هادي باش كيميزوه، ماشي كيميزوه بالجد والناس كتقي الله وكدير وحسن الضيافه وحسن التربيه والاخلاق. هما لا، كيقول لك اودي هذاك الشيء كيديروا السحر. نخليكم الاخوان مع الفيديو باش تصنتوا مزيان اش كيقول هذا السيد، واللي اول مره شاف الفيديو ما ينساش يدير لنا واحد ابوني ويشجع المحتوى ديال القناه ويبارطاجي هذا الفيديو باش توصل الفكره وتعمم الفكره اللي بغينا نوصلوا للناس، وبغينا نوصلوا نيت هذا الانسان هذا اللي كيروج هذه الافكار وفرجه ممتعه. تصنتوا الاخوان. بالمغرب يقولوا انه اكبر نسبه للسحره والساحرين موجوده في المغرب. ليش؟ تعرف لماذا؟ انا هذا سؤالي لك، لماذا؟ شوف انا اقول لك ليش. تفضل. سليمان عليه السلام كان وين؟ ما بعرف. في القدس. في القدس. تمام. كان مسوي سجن للجن اللي يعصي سليمان، اللي ما يطبق اوامره. سيدنا سليمان كان يعتبر على الجن. طبعا الله سخر له شياطين الجن يشتغلون، فاللي كان يعصي سليمان او يسوي مخالفه راسا يبعثوا الى المغرب. على المغرب ولا على المغرب؟ السجن بالمغرب يعني. سجن بالمغرب كبير يضعوه هناك 10 سنة 100 سنة 200 سنة. لهذا السبب هم أعمارهم طوال شيء. أيوة، هم أعمارهم طوال، يعمرون 1000 سنة 2000 سنة. الله. فلهذا معروف أن المغرب انتشر فيه السحر بصورة كثيرة جدا. هذه نقطة. النقطة الثانية كما ذكرت لك مسألة هل فعلا كل واحد يدعي أو يزعم أنه ساحر هو ساحر؟ لا، غير صحيح. 10 لو حصلت في منطقة 10 أو 20 واحد يقولون هذا ساحر، فلان يسوي سحر. صحيح، المناطق منتشرة كثير. أيوة، اذهب إلى اجلس معه تشوفه فقط نصاب يأخذ أموال من الناس، يعني ما بيعمل سحر أبدا. مع عمل الساحر الحقيقي أولا مو بسهولة تصير ساحر أبدا، لأنه تمر بمراحل حتى الجن يقتنع ويؤمن بي يثق فيك. تمام؟ حتى يثق بالساحر يعني. يثق بالشخص حتى يعطيه هذا
الإمكانية هي إمكانية. الساحر راح يكون عنده إمكانية أي إنسان ما يستطيع أن يفعله، لأن الجن سوف يشتغلون، يختمون بإيش؟ يختمون أنه يجيبوا له أخبار، يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون بين الأحبة عن الإخوة والعائلة، يعني شغلهم إفساد وتدمير. فمو أي واحد يستطيع أن يكون ساحر. طيب شيخي، في سؤال ثاني، في موضوع اللي دائما نحن بنشوفها منتشرة، اللي طالع من القبور أو من البئر أو من البحر أو مع ظهر طير، بيكون أوراق مكتوب عليها مثلا قرآن بالعكس أو شيء. شلون هي يعني السحر وداخل فيه القرآن الكريم؟ شلون؟ الجن، أقول لك شلون. الجن حتى يعطيك هذه المكانة أن تكون ساحر يطلب منك أن تهين القرآن، ومن إهانته والعياذ بالله أنك تقرأه بالمقلوب، لأن المعنى كامل يتغير. قد يكون المعنى يؤدي إلى سب الله وسب الدين، عرفت؟ ومن نقاطه أيضا حتى يثقون فيك أو يعطوك هذه المكانة، تهين القرآن، تهين المصحف. فهم يعملوا هذا من هذا الجانب، حتى الجن فعلا يخدمك بصورة صحيحة من خلال هذه الطلاسم اللي يسوونها. نعم.